السلام عليكم. اليوم غادي نعاود لكم القصة اللي رايجة في مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاغ الكبير اللي دار على سلمى زيزي. أطوار هذه القضية غادي دينا لجهة دكا العبدة، وبالضبط في مدينة آسفي. هذه المدينة اللي كان كيتواجد بها واحد رجل أعمال لاباس عليه بخيرو خميرو كما تنقولوا، وعنده واحد البنية. هاد البنت اللي هي موضوع القصة ديال اليوم واللي هي سلمى كانت واحد البنت اللي مجتهدة كتقرا مزيان، والديها ما حارمينها من حتى شي حاجة، خصوصا وانها كانت هي الوحيدة ديال الابوين ديالها. كملات القرايه ديالها في الابتدائي وكذلك الاعدادي ودازت للثانوي، شدات الباك ديالها بنقطة مزيانة وانتقلت لواحد الجامعة بريفي في الرباط. كملات الدراسات ديالها وحصلات على شهادة الإجازة. من بعد ما شدت الإجازة ديالها رجعت لمدينة آسفي في انتظار الالتحاق بكندا باش تكمل القراية ديالها. كان هذا هو الحلم ديالها، هي تسافر وتهاجر لأوروبا وتكمل تماكن قرايتها وتبني مستقبلها. لكن شاءت الأقدار تجي كورونا اللي ردت الحياة شبه منعدمة. هاد البنت هادي ما قدرتش باش غادي تشد تأشيرة ديال السفر ديالها باش تلتحق بكندا، الامر اللي خلاها ما غاداش تجلس تربع ايديها وتبقى كتسنى. ناضت وقالت للوالد ديالها غادي انا قادره على انني نعاونك في تسيير الشركه ديالك. وكان هذا هو الحلم ديالها من كانت عندها 9 سنوات، بحيث خلات رسالة للأب ديالها في عمر 9 سنين كتقول ليه على أنها غيجي واحد النهار وغادا تكبر وغادا تولي مديرة ديال الشركة ديالو. باها رحب بالفكرة وقال ليها مزيان، نيت الدخلي تهنيني واحد شويه من الصداع ديال الشركه هذه، ومنها تكتسبي واحد الخبره وما تبقيش جالسه في الدار لحين تلتحقي بكندا. سلمى اللي كل شيء كان كيشهد ليها بواحد السلوك حسن، والديها ربوها تربيه حسنه وكانت متربيه على الاخلاق وعلى القيم الدينيه. الاب ديال سلمى كان تيعرف واحد السيده اللي كتجمع ما بيناتهم الخدمه. هاد السيده اللي حتى هي كتسير الشركه ديال الاب ديالها اللي هو رئيس جماعه قرويه بآسفي، وكذلك برلماني كبير ومعروف وعنده نفوذ واسعه، يعني كما تنقولوا السيد لاباس عليه وبخيره وخميره. هاد السيده هادي كانت كتشوف بزاف سلمى مع الاب ديالها، كتشوفو كيفاش متقربه منه، كيفاش هي مسيره الشركه ديال الاب ديالها ولو انها في واحد السن اللي هي صغيره. فبدات كقرب من هاد البنت هادي وبدات كتدخل ليها واحد الفكره على اساس انها بغاتها لخوها. كنت تقول لها راه خويا كيقلب على واحد بنت الناس باغي يتزوج بها، وراه شافك ديك النهار معايا وراه عجبتيه بزاف، علاش ما نضربوش الكحل في البيض وتكوني انت هي مرت الاخ ديالي. سلمى اللي رفضت الفكره من الاول وما قالت حتى شي حاجه سوى انها تعبر عن الرفض ديالها، وقالت لها انا باغا نكمل قرايتي وباقا ما كنفكرش الان في الزواج. لكن هاد السيده هادي بكثره ما عجبتها سلمى وشافتها على انها غادا تكون واحد الزوجه مناسبه للاخ ديالها، بقات كتلح عليها في كل مره كتشوفها. سلمى قالت هاد الشيء للام ديالها، قالت لها على انه راه هذيك السيده بغاتها لخوها، ولكن هي راها رافضه الفكره وما باغاش هاد الساعه وما كتفكرش نهائيا في الزواج. وقالتها كذلك للزوج ديالها اللي هو الاب ديال سلمى، قالت لي على ان ديك السيده اللي كتجمعكم معاها الخدمه راها بغات الاخ ديالها، ولكن سلمى ما وافقتش على هذه الفكره. هو قال لها خليها براحتها، داكشي اللي بان ليها راه غادي ديرو، هذيك حياتها وانا ما غاديش نتدخل فيها. غادي يجي رمضان وبات سلمى غادي يمرض، هاد المرضى اللي خلاته غادي يمشي حتى لمراكش ويبقى تما واحد المده ديال الوقت. مني تشاف الاب ديالها ورجع تفاجأ على ان الام الزوجه ديالته كتقول ليه بان سلمى وافقت على داك السيد اللي كان تقدم ليها، وعلى انهم خاصهم يضربوا الكحل في البيض، وخاص السيده او العائله ديالها يجيو باش يخطبوا البنت.
السيدة جات عنده للشركة وقالت ليه بغينا نتناسبوا معاك وبغيت بنتك لخويا، فما غاديش نلقاو ما احسن منكم وما احسن من سلمى الاخ ديالي. الاب ديال سلمى اللي من بعد ما عرف على ان بنته ما بقاتش معترضه على هذا الزواج وبغات بخاطرها تقدم ودير هاد الخطوه حياتها، وافق وقال لها الا بنتي وافقات انا ما نزيدكم غير الخير. وهذا الشيء اللي كان. وجا النهار اللي جات عائله هذا الزوج هذا باش يتقدموا لسلمى، تقدموا ليها ودازت الامور عاديه وكل شيء كان فرحان. واحد النهار كيتفاجئ الاب ديال سلمى على هذيك السيده قالت ليه على ان خصو ضروري يخرج مع سلمى باش يلا يبداو يقادوا الترتيبات ديال العرس اللي غادي يديروا، شوفوا الدار اللي غادي يسكنوا فيها اتات وداكشي كلشي اللي تيخص الزوجين. لكن الاب ديال سلمى كان يعني من الدينيه، كان واحد الشخص اللي هو متمسك بالدين ديالو، عارف اللي ليه واللي عليه، ما باغيش يعني يدخل في ديك ديال راه كتخرج مع الخطيب ديالها وهما ما بيناتهم حتى شي حاجه حتى شي عقد ولا حاجه. فقال لها لا، الا كان هذا الشيء هذا ضروري خاصهم يديروا العقد وديك الساعه تولي مرتو وتخرج ما بغات. هذا الشيء اللي ما اعترضتش عليه العائله ديال الشاب، وتعقد القران 5. سلمى ولات كتقضي اغلب الوقت ديالها مع عائله الزوج، ما يعني كتنتقل ما بين الدار البيضاء واسفي. غادي يبقى الحال كما هو وغادي يديروا العرس في شهر شتنبر في الدار. هاد العرس اللي حضروا اكبر الفنانين اللي كاينين في المغرب، منهم حاتم عمور، دنيا باطمه، سعيد منير، والقائمه طويله. يعني داز واحد العرس اللي كان اسطوري واي بنت كتحلم باش دير هاد العرس هذا. سلمى اللي كانت كتبان في العرس واخا هاد الشيء كامل، يعني كانت عندها واحد النظره ديال الحزن اللي خفيه. هاد الشيء هذا اللي غادي يتبين من بعد على انها دخلت في صراعات مع الزوج ديالها ليله العرس وقام بالضرب ديالها. الاب وعائله الزوجه اللي ما لاحظوا حتى شي حاجه وكانت الامور عاديه، وبالخصوص على ان سلمى كانت كتستر بزاف ديال الحوايج وما كتقولهمش للاب ديالها خوفا على الصحه ديالو، وما كتبغيش تشغل ليه الراس ديالو، خصوصا انه عارفه صحته على قد الحال. داز العرس وسلمى انتقلت باش تعيش مع الزوج ديالها اللي كما قلت لكم يعني كانت كتنتقل ما بين الدار البيضاء واسفي. الملاحظه اللي لاحظ الاب ديما هو ان هاد الزوج هذا يعني عاطيها غير للنعاس. الصهير كيسهر في الليل، كيصبح ناعس. الوقت اللي كتكون فيه سلمى في اسفي هو تيكون في الدار البيضاء، والوقت اللي كيكون هو في الدار البيضاء سلمى كتكون في اسفي. يعني كان تيلاحظ على انه حياتهم ماشي كباقي الازواج، خصوصا وانهم عرسان باقين جداد. ولكن كيقول بنتي ما كتقول حتى شي حاجه، فانا ما عندي لاش غادي نتدخل ما بيناتهم، وخصوصا وانهم ازواج. على العكس تماما، سلمى كانت ما مرتاحاش في هذا الزواج هذا، كانت ديما كتعرض للاهانه فضيه وكتوصل حتى للجسديه من هذا الزوج هذا اللي لاحظت على انه ولد الفشوش. لاحظت على ان الزوج ديالها باقي ما اقتنعش على انه ولا زوج ومسؤول، ولات عنده مراه خاصو ينتبه ليها ويرد ليها البال ويديرها في الحساب. السيد باقي عايش حياه العزوبيه، كيبقى سهر حتى لنصاصات الليل، كيصبح ناعس، كيفيق كيخرج. يعني السيد باقي عايش حياه العزوبيه ديالته. هذا الشيء اللي ما كانش كيعجب سلمى، وكانت كتدخل صراعات ومناقشات اللي كتوصل حتى للضرب. سلمى هنا بدات كتشكى على الام ديالها في كل ولكن كما تنعرفوا حنايا الامهات، بنتي غير صبري، بنتي دابا يتبدل، بنتي راك باقا يلاه ما عرفتيش، كتعرفوا مع بعضياتكم. والادهى من ذلك هو ان سلمى كانت كتقول الام ديالها باش ما تعاود حتى شي حاجه للاب، خصوصا وانها عارفه صحته على قد الحال، ما غاديش يتحمل هاد المشاكل هادي. الاب اللي كان تيلاحظ هاد الشيء هذا، ولكن تيقول على انهم بنتي ما كتشكيش، ما كتقول حتى شي حاجه، اذا فما عنديش علاش غادي نتدخل. كما قلنا على ان العرس دار في شهر تسعود 2022، وفي اواخر شهر يناير ديال 2023 غادي يتلقى الاب واحد الاتصال من الام ديال سلمى.
هاد الاتصال اللي كانت فيه الزوجة ديالته مرعوبة وخايفة، وكتقول ليه على ان بنتهم قال لها الزوج ديالها راها كاينه في واحد المصحة في اسفي. الاب هنايا سول علاش بنتي دخلت لهاد المصحة، اشنو وقع ليها، اشنو بيها. الام جاوباتو وقالت ليه انا ما عرفتش شنو كاين، ولكن منين غادي يقولوا لي اش من مصحة كاينين فيها غادي نتصل بك ونقول لك باش تمشيو. دازت 5 دقائق وعاودت الام اتصلت بالاب وقالت لي على انها كاينه في هاد المصحة هادي، وجا ومشاو للمصحة. كيدخلوا للمصحة وكيلقاو عائلة الزوج والزوج والخال ديالو، كلشي كاين حاضر في المصحة، ووالديها هما آخر من يعلم. الأب ديال سلمى هنايا كيسول أشنو وقع لبنتي حتى جات للسبيطار، يعني أشنو السبب اللي خلاها تجي، ياك ما كاين باس. الزوج جاوب الأب وكيقول ليه على أن بنتك شربات كمية كبيرة من الدواء في محاولة للانتحار. الوالدين ديال سلمى الله يحسن العوان منها والصدمة ما بقاو فاهمين حتى شي حاجة، كان الهم ديالهم هو يشوفوا بنتهم. قالوا لهم على انها داخلة الانعاش وما غاديش يقدروا يشوفوها، وخرج الطبيب وقال لهم على ان في واحد الحالة صحية اللي خطيرة، ولا كتب الله وبقات عايشة غادي تعيش بإعاقة لأنها ضرات بزاف في المخ ديالها. الام هنايا بقات كتلح باش تشوف الابنه ديالتها، ولكن الطاقم الطبي ما خلاوهاش بداعي انها موجوده في غرفه الانعاش والزياره ممنوعه. داز واحد شويه ديال الوقت وخرج الطبيب وقال لهم على ان بنتهم الله يرحمها وتوفات. الصدمه هنايا اللي كانوا فيها الوالدين ديال سلمى الله يحسن العوان، يعني ما بقاش عندهم الفم اللي يهضر ويقول اشنو وقع لبنت، كيفاش بنتنا وقع ليها هذا الشيء، علاش شربت الدواء، علاش بغات تنتحر، خصوصا وانها يعني واحد البنت عزيز عليها الحياة، عزيز عليها تسافر، عزيز عليها تخرج، واحد البنت اللي كانت اجتماعية بزاف كدير الخير، متوفرة ليها كل شروط الحياة، يعني اللي ما غاديش تفكر على انها تنتحر. اشنو السبب اللي خلى هاد البنت هادي تدخل في هاد الدوامه هادي ديال الانتحار على حد قول الزوج ديالها؟ فكانت هنا الاسباب غير مفهومه، والوالدين من شده الصدمه ديالهم يعني ما كانوش كيحلوا ويدققوا في الامور وكيشوفوا اشنو وقع والاحوار ديال القصه ديال البنت ديالهم. يعني صافي جاتهم هاد الهول ديال الصدمه ديال الموت وما بقاو تيفكروا في حتى شي حاجه نهائيا. في اليوم الثاني المصحه اللي كاينه في مدينه اسفي اتصلت بالشرطه، يعني ما اتصلش بالشرطه النهار الاول اللي وقعت فيه هاد القصه ديال هاد البنت هادي ودخلات عندهم وشافوا انها في وضعيه اللي كتستدعي القلق، ما اتصلوش بالشرطه، وانما حتى اليوم الموالي عاد اتصلوا بالشرطه وقالوا لهم على انه كاينه واحد حاله وفاه غير طبيعيه. البوليس هنايا اللي داروا خدمتهم وكأنهم باش يديروا التشريح الطبي لهاد البنت هادي، ولقاوها على انها ماتت بجرعه من الكوكايين. هاد الشيء هذا اللي خلى العائله في صدمه، ما عارفينش اشنو كاين، اشنو واقع لبنتهم على حسب قول ديالهم. الاب كان في واحد الصدمه اللي هي كبيره، كان الشغل الشاغل ديالو هو يدفن بنته مع صلاه الجمعه. فانتم عارفين القدسيه ديال نهار الجمعه، والانسان اللي يعني كتصلى عليه صلاه الجمعه هذاك شغل الشاغل ديال الاب ديالها، يعني بغى يشوف بنته يعني في واحد النهار اللي هو يعني يصليو عليها بزاف ديال الناس وتوارى القبر ديالها. ولكن كما تنعرفوا حنا الاسر المغربيه دار العزو كيكثر القيل والقال، علاش ماتت، كيفاش ماتت، اشنو السبب. وهنا الام ديال سلمى غير الاب على انها مني دخلت لبلاصه الاموات وشافت بنتها، حيت الاب ما شاف البنت ديالو، هو يعني في واحد الحاله اللي ما قدرش يشوف البنت ديالو وهي متوفيه. دخلت الام وشافت البنت ديالها وقالت ليه على ان البنت عندها شي كدمات على مستوى الوجه، شي حاجه يعني ماشي طبيعيه، كتشوف على ان بنتها مضروبه لجهه الفم ديالها. هنا الاب ديال سلمى
غادي يجر الزوج وغادي يقول ليه راه بنتي شنو كاين راه قالت لي الام على انها فيها شي ضربات. هنا الزوج غادي يبدا يتلعثم في الهضره ديالته وغادي يقول ليه على انه غير كنتمازحوا انا وياها ديما وضربتها غير لكتفها. ومن بعد غادي يقول ليه لا راها طاحت ليا مني كنت غبيها للمستشفى. يعني السيد هنا بدا كيدخل ويخرج في الهضره. هذا الشيء هذا اللي خلى الاب ما عاد بدا كيرد الذاكره للوراء وكيقول هذا الشيء هذا اللي وقع لبنتي ما عرفت ربما بفعل فاعل. وفي النهار اللي غادا تدخل فيه سلمى المستشفى قالت الام ديال سلمى على انها بنتها اتصلت بها وكانت مشاجره مع الزوج ديالها. يعني كانوا داخلين في واحد الصراع، دوا معها الزوج ودوات معها البنت وكانوا في واحد اللي يعني مخاصمين مع بعضياتهم. وحنا كنعرفوا الامهات المغربيات على انها كتحاول تقاد الخواطر ما بين بنتها ونسيبها. هادشي اللي دارت هاد الام هادي. فمني قاطع الاتصال بقات مره كتصل بالابنه ديالها، واحد الوقيته انقطع الاتصال لا مع الزوج ولا مع بنتها. هاد الشيء هذا اللي معرف به الاب ديال سلمى حتى ماتت بنته على اساس ان بنته ما كانتش كتبغي تقول ليه حتى شي حاجه، وكانت كتقول الام ديالها ما تقولي للاب ديالي والو خليه على خاطره. المصحه الطبيه اللي ماتت فيها سلمى قدمت شي تواريخ وشي مغالطات يعني كتستدعي الشكوك، كونها انها مثلا قال ان سلمى ماتت مع 2:07 وهو 2:52 باقا داويه مع الام ديالها هي والزوج. ومن بعد قالوا عاوتاني على ان البنت ما توفات حتى ل7:55. يعني هنا كاين بزاف ديال التساؤلات. المصحه الطبيه كتخرج بواحد التصريح وكتقول على انه كان خطا والسكرتيره او الكاتبه يعني دارت واحد الخطا اللي هو مطبعي. هادشي هذا فكنشوفوه يعني ما كيوقعش يعني بزاف ديال الحوايج ما كيوقعش بحال هاد الامور هادي. فمصحه طبيه خاصها تكون ضابطه التواريخ ديالها وضابطه كل شيء. والادهى من ذلك انهم داروا تخطيط القلب لسلمى في الصباح يعني حتى ماتت. فصراحة هنا كنعرفوا على ان تخطيط القلب كيدار للشخص الحي، مني كيموت الانسان في القلب ديالو ما كيبقاش يعني كيتوقف نهائيا على الحاضر. وهنا غادي تحوم الشكوك حول الوفاة ديال سلمى، خصوصا من بعد ما انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لواحد اليوتيوبر اللي هو معروف من امريكا كيهضر على الوفاة ديال سلمى زيزي وملابسات هذه القضية اللي ربما غادي تكون جريمة قتل واضحة. هاد الشيء هذا اللي خلى الوالدين ديال سلمى يخرجوا للإعلام ويوضحوا بزاف ديال النقط اللي كانت مبهمة وغير واضحة، وكذلك يبرئوا نفوسهم كونهم يعني كيتقال ويشاع ويراج على انهم سكتوا او لا هضموا الحق ديال بنتهم اللي ماتت موتة ماشي طبيعيه. هذا الشيء اللي نفاه الاب جمله وتفصيلا، وبان هذا الاب يعني فبزاف ديال المنابر اعلاميه على انه واحد الشخص اللي هو خلوق، باقي مجروح من الموت ديال الابنه ديالته اللي صراحه ما عمره ما غادي ينساها. هنا غادي نطالبوا الزوج بالهاتف ديال بنتهم، خصوصا وان الهواتف دابايا كتوثق لكل شيء، يعني فيها اللحظات ديال ملي كانت مع والديها، ملي كانت مع دارهم، ملي كانت تتقرا، يعني بزاف ديال الصور والذكريات كاينه في داك الهاتف ديال بنتهم. غادي نطالبوا به الزوج اللي كيتهرب في كل مره على انه يعطيهم التليفون هذا بحجه انه باقي متعلق بداك الشيء اللي كاين في التليفون، كيشوفها وكيبقى يبكي. هاد الحجج اللي عطاتهم بزاف العائله ديال الزوج، العائله ديال سلمى، وقالوا لهم على انه متعلق بزاف بالهاتف ديال مرته، يعني كيشوف فيه بزاف ديال الذكريات اللي ربما غادي تكون ما بيناتهم، خصوصا وانهم ازواج باقين جداد. لكن من بعد الشكوك اللي راودت الابوين ديال سلمى ناضوا وفتحوا هذه القضيه من جديد
وطالبوا إعادة تشريح الجثة ديال بنتهم باش يعرفوا واش تعرضت بنتهم لشي عنف، اشنو السبب الحقيقي للموت ديالها، خصوصا وانهم كانوا معميين، كانوا داخلين في واحد الصدمة اللي هي كبيرة، واحد الصدمة اللي ديال واحد الموت ديال واحد الشخص اللي هو عزيز، وخصوصا الكبدة ديالتهم، فكانوا يعني معميين باش يكتشفوا الحقيقة في هذاك الوقت. فمن بعد ما رفعوا واحد الدعوة قضائية وبغاو يكتشفوا علاش وشنو السبب اللي دفع بنتهم للقيام بهذا الامر واشنو ملابسات هذه القضيه هذه، وكذلك يبرئوا نفوسهم ويبرئوا كذلك الشخص الطرف الاخر اللي هو الزوج ديالها الا كان فعلا بريء. هنا الشرطة القضائية غادي تطالب بالهاتف ديال سلمى، وهنا غادي تكون المفاجأة، هو أن الزوج جاب الهاتف ولكن للأسف فورماطاه كامل، يعني الايفون ديال البنت ما بقات فيه حتى شي حاجة، تفورماطا تمسح منه كل شيء. هنا خلى الشكوك ديال الأب تزيد، هاد الشكوك ديال الهاتف زيد على ذلك التواريخ اللي تعطات في المصحة الطبية، خلات هاد الأب هذا داخل في واحد الحيرة من الأمر ديالو. هاد الشيء هذا اللي تناقلته بزاف مواقع التواصل الاجتماعي وتبارطاجا، وكل شيء ولا باغي يعرف حقيقة موت سلمى. وهنا كيتحال الملف ديال سلمى على الفرقة الوطنية بالرباط بطلب من الأب ديالها باش يوقفوا بيديهم على ملابسات وحيثيات هذه القضية باش يوصلوا لحقيقة هذه الوفاة اللي صراحة غريبة، مع طلب إعطاء الأوامر بالتشريح الطبي للجثة، لكن بشرط يكون طبيب خارج من مدينة آسفي، خصوصا وأن الأب ديال الزوج يعني عنده نفوذ وسلطة كبيرة في مدينة آسفي، وإيدو كما تنقولوا طويلة. والحدود الساعة الأسرة ديال سلمى مازال كتسنى نتائج التقرير الطبي ديال التشريح ديال الجثة ديال الابنة ديالهم. هذا الانتظار اللي كيقتلهم نهار على نهار، خصوصا وانهم يعني كيشوفوا واحد الابنه اللي كانت الوحيده عندهم كيفاش كان بها بها هاد المآل هذا، يعني واحد البنت اللي كانت طموحه، كانت باغا تقرا، والادهى من ذلك هو انها جاتها التاشيره ديال كندا باش تمشي تقرا، ولكن للاسف من بعد ما توفات. هاد القضيه ديال هاد البنت خلات بزاف ديال الناس يتعاطفوا مع العائله ديالها ويتعاطفوا معاها هي خصوصا، الله يرحمها. وهذا الشيء علاش دار واحد الهاشتاغ كبير في مواقع التواصل الاجتماعي باش توصل القضيه ديالتها وتولي قضيه راي عام. الان كل شيء كيتسنى اشنو السبب باش ماتت سلمى، وإلا كان يعني شي واحد عنده يد في هاد القضية ياخد الجزاء ديالو، وما تمشيش الدماء ديال سلمى مسكينة هباء منثورا. واي واحد لا من قريب او من بعيد عنده علاقة في هاد القضية هذه ياخد اللي كيستحق وياخد الجزاء ديالو. أطوار القضية هنا باقة ما بيناش، خصوصا وأنها قضية باقة جديدة. هاد الشيء هذا علاش غادي نضرب لكم واحد الموعد آخر، أي مستجدات بانت ليا في هاد القضية غادي نوافيكم بها في القناة ديالي. لهذا كنتمنى منكم دعموني بلي لايك، اشتراك في القناة، تخليوا لي آراءكم أسفل في خانة التعاليق. حنا في هذا الفيديو هذا ما كنحكموا على حتى شي واحد وما كنبرئوا حتى شي واحد، حنا كلنا كننتظروا النتائج ديال هذه الخبره واشنو غادي يجي فيها، وكنتمناو يتضح الخيط الابيض من الخيط الاسود، واي واحد عنده يد في هذا الموت ديال هاد الاخت هذه ياخذ الجزاء ديالو، واي شخص كذلك عنده يعني يتبرأ من اي تهمه توجهت ليه في هذه القصه هذه ياخذ البراءه ديالته. فكنتمنى منكم دعموني بلي لايك، اشتراك في القناه، والى اللقاء في القريب العاجل. اي مستجدات بانت لي في هذه القضيه غادي نوافيكم بها، والله يرحم سلمى ويصبر والديها ويبين حقها ان شاء الله.